في آخر الشارع كان فيه بيت قديم مقفول ومهجور بقاله سنين طويلة. بس الغريب إن كل الناس في المنطقة كانوا متفقين على حاجة واحدة: البيت ده عمره ما كان فاضي. كل يوم بالليل الساعة 3 الفجر بالظبط، نور أصفر خافت كان بينور في شباك أوضة فوق، رغم إن البيت محدش دخله من أكتر من 30 سنة بعد ما صاحبه مات جواه في ظروف غامضة. أحمد شاب عنده 25 سنة، نقل هو ووالدته شقة جديدة في نفس الشارع. أول يوم ليه هناك وهو طالع السلم قابل جارتهم العجوز، بصت له بنظرة غريبة وقالت: اسمع يا ابني، بعد الساعة 3 بالليل ما تبصش ناحية البيت اللي في آخر الشارع. أحمد ضحك وافتكرها خرافات، بس الليلة دي صحي فجأة على صوت خبط خفيف: تك تك تك. فتح عينه وبص حواليه. الصوت مش من باب الشقة، الصوت جاي من شباك أوضته. قام ببطء وفتح الستارة سنة صغيرة واتجمد مكانه. في الشباك اللي قدامه بتاع البيت المهجور كانت واقفة بنت صغيرة، شعرها طويل ومغطي نص وشها، لابسة فستان أبيض قديم وبص عليه من غير ما تتحرك. أحمد رجع لورا بسرعة وقفل الستارة. فضل يقول لنفسه: أكيد بنت من العيال دخلت البيت، أكيد. الصبح نزل سأل الجيران عن البيت. أول ما وصف البنت، الجارة العجوز وشها اصفر وقالت: انت شفتها؟ قال آه. ردت وهي بتترعش: دي بنت صاحب البيت، ماتت من 28 سنة، وكل اللي شافوها اختفوا بعدها. الكلام فضل في دماغه، ولما جه الليل قرر يفضل صاحي. فجأة الكهرباء قطعت، الشقة كلها غرقت في ضلمة، بس كان في نور أصفر بينور أوضته، مش من الشارع، النور كان جاي من جوه الأوضة نفسها. لف أحمد ببطء ولقى البنت واقفة جنب الدولاب، نفس الفستان، نفس الفستان، نفس الشعر. حاول يصرخ، مش قادر. وفجأة رفعت راسها وابتسمت، وكانت ماسكة صورة قديمة رمتها على الأرض. الصورة كانت لأحمد وهو طفل صغير واقف قدام نفس البيت. همست له: انت رجعت أخيرا. وفجأة الكهرباء رجعت، البنت اختفت. قلب الصورة من ورا، لقى مكتوب: العيلة اللي سكنت البيت سنة 1998، الأب، الأم، والابن المفقود. وقف مصدوم. 1998 هي سنة ميلاده. جري على أوضة أمه، لقاها فاضية. على السرير كانت صورة تانية. فتحها، لقى أمه وهي صغيرة واقفة قدام نفس البيت، شايلة طفل رضيع هو، وخلفها نفس البنت حاطة إيدها على كتفها. ومن الليلة دي أحمد اختفى. بعد أسبوع ابن خالته كريم جه من القاهرة يدور عليه. فتش في حاجاته، لقى صندوق خشب قديم جواه صور كتير للبيت. وفي آخر صورة لقى أحمد واقف في الشارع قدام البيت، والصورة متصورة من جوه البيت، يعني حد كان بيراقبه. ولقى دفتر مكتوب فيه: 1986 سامي اختفى. 1993 هدى اختفت.
1998 طفل مجهول مفقود. 2026 أحمد عاد. قرر كريم يدخل البيت بنفسه. ليلاً وقف قدام الباب، كان مقفول بسلاسل، لكن أول ما لمسه السلاسل وقعت لوحدها. دخل البيت، كان تراب وضلمة وريحة عفونة. طلع السلم لحد أوضة فوق، فتح الباب. الأوضة فاضية إلا من كرسي هزاز بيتحرك لوحده. وفجأة سمع صوت أحمد من وراه: كريم، ما تدخلش. لف بسرعة، مفيش حد. لكن لما بص في المراية شاف أحمد واقف وراه، وشه شاحب وعينيه سودة وبيبتسم. قبل ما يلف سمع همسة في ودنه: إحنا كنا مستنيينك. الكشاف وقع من إيده والبيت كله اتملى ضحك أطفال. جري ناحية الباب، لكن السلم اختفى. بدل السلم كان في ممر طويل جدا، وفي آخره نور أصفر. ومن وسط الضلمة خرجت البنت الصغيرة، وراها عشرات الأشخاص كلهم بوشوش باهتة، ومن بينهم أم أحمد. قالت: اوعى تبص وراك. لكن كريم حس بإيد باردة جدا على كتفه. صوت طفل همس في ودنه: بصلي. جرى ناحية النور لحد ما وقع. فتح عينه، لقى نفسه في أوضة صغيرة، وفي النص سرير حديد، وعليه أحمد قاعد مرعوب، وشه شاحب. قال: انت ليه جيت؟ مفيش خروج. وفجأة الباب اتفتح. دخلت البنت، قربت من أحمد ولمسته. أحمد صرخ صرخة مرعبة. البنت بصت لكريم وشالت شعرها من على وشها، وكانت الصدمة. وشها كان شبه أحمد بالظبط. قالت: أنا أختك. أحمد بدأ يعيط وقال: أمي هربت بيا بعد اللي حصل وخبت الحقيقة. البنت مدت إيدها ولمست جبين كريم وشاف الحقيقة. سنة 1998 أم أحمد كانت عايشة في البيت مع جوزها وطفلين، أحمد وأخته. ليلة الساعة 3 البنت سمعت خبط على الشباك. بصت وشافت نفسها واقفة بره البيت، وبعدها اختفت. الأب فقد عقله وشنق نفسه في أوضة فوق. الأم هربت بابنها وغيرت المدينة، لكن البيت ما بيسيبش اللي خرج منه. كل اللي خرجوا لازم يرجعوا. البنت قالت: أنا مش خرجت، أنا بقيت جزء من البيت. وفجأة الأنوار اشتغلت. كريم لقى نفسه مرمي قدام البيت. الصبح طلع، الناس لقوه مغمى عليه. لما فاق حكى لهم كل حاجة. محدش صدقه. لكن الشرطة فتشت البيت ولقوا صورة حديثة في الأوضة فوق، فيها كريم واقف قدام البيت، ومن ورا الشباك أحمد واقف جنب البنت بيخبطوا على الإزاز. تك تك تك. ومن يومها كريم قفل على نفسه الأوضة، ما بقاش يكلم حد. كل يوم الساعة 3 الفجر الجيران كانوا بيسمعوا صوت خبط جاي من شباكه. أخته حاولت تدخل عليه لكنه كان رافض. بعد أسبوع كسرت الباب. الأوضة كانت فاضية. كريم اختفى، لكن على السرير كانت فيه صورة جديدة، صورة للبيت. وفي الشباك فوق كانوا 3 واقفين: أحمد، أخته، وكريم، كلهم بيبتسموا وبيخبطوا على الإزاز.
مستنيين الشخص اللي بعده يبص